ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد بقالنا فترة كبيرة منزلناش فيديوهات. معلش والله كنت في ايام شغل وكده، فالواحد مكانش فاضي، وكان الواحد جاله يعني الواحد كان فاهمين مخنوق نفسيا اصلا كده، ومكانش عايز يعمل اي حاجة. فالنهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا طبعا فقرين 3 زغالين كنت لسه فاتح عليهم مش عارف ايه. دلوقتي هفتح عليهم اهو، انا لسه فاتح الباب اهو. طبعا حطيتهم في الباب اللي تحت ده، تمام. هما اللي بطلت اليوم ده، وهنشوف هيعملوا ايه. بدأوا يكسروا دورة ودورتين، ودلوقتي هعملهم زقل طواف في ايدي عشان ايه يطلعوا. طبعا انا طالع دلوقتي اساسا اكلهم، هما الميعاد ده مش ميعادهم، بس عشان انا رايح مشوار وكده، ف انا قلت اطلع افتح عليهم شوية واكلهم بالمرة. طبعا البنايدة بتوعنا الحمد لله يعني ايه حسوا، وحصوتين فكوا، بس في واحد منهم اتكبس وواحد طلع اهو يصورين اهو. بس احنا على طول ده ابن زولد يا رجاله. طبعا ده زولد اصلا دمه فيه شقلباز ده، وده الازرق قطيفه اللي طبعا اللي عندنا، ودوت شايفين فرد ده الناتج ايه؟ ده فرد قبل اخضر مع انتايه ريحاني. طلعوا لي السروري. هو السروري اصلا طلع بيجي من الصافي والعادي، ده اصل الاسطوري. بص عليه ده اسطوري يعني. قبل اخضر كنت مجوزه والله، عشان هو كده الفرد ده مات، وانا كنت منزل فيديو ليه. والنتاية الريحاني اللي انا سايبها لوحديها دي، بص الفرد ده اول مرة يقوم. الفرد ده التانيين كانوا بيقوموا لوحديهم. بصوا عندنا قاعدين من غير ما نشم. طبعا بحاول ما اجيش جنبهم في الفترة ديت، لو انت برضو كذلك ما تجيش جنبهم عشان ما يركنوش. طبعا انا كان عندي 2 بيركنوا هنا، ما شاء الله سحبوا لي الحمام كله يركن هناك، بس الحمد لله لقيتهم. ونفس الوقت ممكن لما بقرص عليهم بيركنوا، بس انا حابسهم عامة. دلوقتي مش فاتح اي حمام الا دول خلاص. وعندي حمام بيقلش دلوقتي كله، فموقف انتاج تمام ما بيحصيش. فاحنا علينا في الوقت دي انا بكسر لهم طوب يعني عشان يتكسم وكده، واسمه ده ربي، بحط لهم بذر كتان خلاص، عشان الفترة دي بيقلشوا محتاجين غذاء كويس يعني. حلو الفرد ده عمال كل شوية يشوط عندي، وانا عايز اعرفه مش عارف سكته ايه بالظبط. مش عارف هو اضطراري ولا زي، استنى بصوا اللي هو مسبع ابيض ده، وهيلف تاني عليا. وراح فين؟ ملفش، بس هو كل ما اشوفه بيجي اتجاهه كده يعني ورا العمارة الحمرا. وكان مرة هيحط عندي، بس أول مرة لما شفته طاير خالص تمام ما حطش، خاف مني. تعالى بقى نوريكم الحمام. أنا كنت مكسر أقوم بصراحة، بس يلا بصوا هنا. طبعا انت لسه محسب مرات زغلط معانا زغلط اهو باشا، ده صاحب القناة. طبعا القناة بقالها فترة ايه مريحة، وهو ان شاء الله شغالة تاني. وادي النتاية اهي حصلت الحمد لله، طلع لنا زغلول اهو، وان شاء الله هنمشوه يعني. بس هو دماغه ناشفة خالص، بص كده. تعالى نحطه بعيد عشان ميطلعش يجري. بص الزغلول ده قام راح الابيض اهو. بص الزغلول، هو ممكن يهدى لما يبقى معاه زغلول تاني. هو معاه زغلول تاني هنا، بس الزغلول ده اصغر منه شوية، كان مضروب مني قبل كده. بصوا ده ابن زغلول برضه، بس طلع لونه امه. استنى ده أول مرة افتحه. طبعا ده اكبر منه شوية، وبعدين الحاجات القصيرة دي بتكبر بسرعة عن الحاجات التانية، وبتكبر بسرعة يعني. ده لو عفر معايا دلوقتي ممكن يطير. بص ممكن نجرب اهو. بصوا ده لسه بيصاصي ولسه ما كملش كمان. ودول حصوا عندنا اهو،
عملتهم قص مع بعضهم، بسم الله ما شاء الله. حاسه مش عارف هما لسه باينين من قريب يعني، مش هلحقهم. طبعا زورو هو بيصدق. انت ده ابنك ده، بس انت مش كنت حاطه تحت الطاقة السود، عزيز ان انا بدي الزغالين مع بعض. الفالح ده موتهولي، موت ابنه، معرفش يزقوه كويس. خلاص، فدخل بالغلط يوم كامل غلط عند في قص تاني. فتحوا له دماغه. عندنا القص ده رجعتهم تاني لبعضيهم. تمام. وعندنا ايه تاني يا ربي؟ وعندنا القص ده برضو بقاله فترة مريح عشان بيقلش. ودي لسه حصية برضو من قريب. والقص بص الزغلولين ده هو الازرق قطيفة، والابيض اهو قام. بس بص ده بقى اسمه تشويد. التشويد ده اللي هو ايه؟ بيلطش في الجو. واحد راح كده واحد راح كده، يكسر له دورة دورتين يجي حاطط تاني. اهم حاجة الفرد طالما قام لوحده ما تخافش عليه. تخاف عليه لو انت اللي قومته، لو انت اللي رحت عافية وهشيته. طبعا الفرد ده عشان طويل شوية عنهم فتقيل في لسه عظمه عايز ينشف شوية كمان. كل ما الفرد يبقى طويل كل ما يبقى الطيران صعب عليه. يعني مثلا الحاجة القصيرة ده، بص ده اقسم بالله كان يعني يعتبر زي البناية ده. هو بناية الكشك عامة. تمام. ما كان لسه يا دوبك شعره ريشه بيكتمل، لقيته طاير لوحده. وطيرته وهو كبير كمان. يعني كنت قافل عليه فترة كنتش بطلع فيها الحمام، فهو يعني بسم الله ما شاء الله كبر بسرعة. وده مستغرب المكان. بصوا انتوا مين ولا انتوا بتعملوا ايه هنا ولا انتوا احنا فين والدنيا فين؟ طبعا الحمام كله كده عندي مريح ما عدا بس الحمام الحضان. يعني اي حاجة قبل عن اسمه ده طاقة السود البنايدة حاليا كله واقف. حتى الرواحنا والازرق قطيفة حاسة، بس انا لسه مكشفتش عليه مش عارف. اعمل يعني دفعة مرة واحدة الزغاليل، يبقى اقل حاجة فيها 10 زغاليل، وبعمل لهم سلكة كبيرة كده بتاعتهم، ويبقى كلها تكرها. يا سلام. وابقى بس متفرغ بس ليه للنشء. انت لو تاخدوا بالكم اللي انا ما بنشش يعتبر، انا بطلع بس اسيبهم، لو ثبتهم في المكان وبعد كده بحبس عليهم. بيجيلي الواحد معادش ليه مزاج، فاهمين؟ الواحد اتقفل. يلا. احاول اقنع نفسي يعني ان انا اكمل مع دول. طبعا ما لسه برضه مفكوش حاجة، ولسه في منهم 2 بيصاصوا، واحد لسه كاتم بس. يعني ده بيصاصي لسه، والابيض ده بيصاصي. الزرتيفة ده اللي كاتم، لسه مفكش حاجة. طبعا البنادي ايه مصدق طلع يجري، ما انا عايز اثبته عشان اخليه يحفظ المكان. هو خايف كل شوية يجي هنا، فهضطر احطه في سلكة اللي هي السلك دي. رجالة ان شاء الله ان شاء الله يعني بلا مقاطعة انا هحاول اتواصل مع الناس بتاعة الموقف، واحاول اعمل لكم شحن. عشان غالبية الحمام اللي بيجيلي بيتطلب عليه بيبقى كله بيبقى برا. يعني غالبا ما فيش حاجة بتبقى من اسكندرية. اللي بيطلب من هنا في اسكندرية بيسأل بس خلاص. فان شاء الله يعني يبقى في شحن ان شاء الله، بس بلا مقاطعة. يا رب بس يكمل الموضوع دوت. ولو كده هيبقى في شحن لجميع المحافظات. طبعا الشحن عبارة ايه؟ مش هيوصل لك لحد البيت طبعا. طبعا انت مثلا من القاهرة هيوديك لأقرب محطة اللي هو الموقف بتاع القاهرة اللي هناك. انت تروح الموقف بتاعك اللي هناك، اللي مثلا عندنا هنا موقف اسكندرية اللي بالموقف ده بيبقى فيه مثلا جميع المحافظات عشان نركب نروح لها. انت كذلك الموقف اللي عندكم هناك كذلك كده، هو بيبقى واقف لك هناك وانت بتستلم الطرد منه وتروح تاخد الحاجة وتروح. تمام. عشان الناس بتفتكر اللي هو في شباب برضه بترن عليا صغيرة مفكرة اللي يوصل لحد باب البيت، هو مش دليفري بتاع هدوم يعني مثلا أو كده. خلاص يا رجالة. وفي ناس غريبة بتطلب مني انا اللي اروح اعدلها. يا جدعان انا واحد يعني غاوي الحمام، يعني اللي عندي زي ده بقول لكم عليها.
انا مش تاجر حمام، أنا الكلام ده لو انا تاجر بقى حمام وممكن مشغل معايا ناس تودي وتودي وتبعت وكده. انا بصوا اهو عيشتين جنب بعض بس. خلاص يا رجاله، بس كده الفيديو بتاعنا، متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه عشان اوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.